صباح الفل عليكم جميعا. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل بسكوت سهل وبسيط، ولا محتاج مضرب ولا محتاج خلاط ولا محتاج اي حاجه ولا مكنه. هتعمليه وانت واقفه في المطبخ وانت واقفه بثواني كده هتلاقي نفسك تعملي. صباح التفاؤل، صباح الامل، صباح النشاط، صباح الجميل. هنبدا يلا في ثواني وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنبدأ إن شاء الله النهاردة ببسكوت اللوز سهل وبسيط. هنجيب بيضتين اتنين بحرارة الغرفة، يعني أول ما هنبدأ كده هنطلعهم ونخليهم عندنا، والجو طبعا أصلا سخن هنطلعهم من التلاجة، وهنحط البيضتين عليهم معلقة فانيليا وهنضربهم بإيدينا كده حوالي 5 دقايق. تضربوا ضربة كويسة كده في ثواني، مش هياخد في ايدك حاجة. وبعد ما تضربيهم كويس بنفس الشكل ده كده هنروح حاطين عليه كوباية إلا ربع سكر بودرة، برضو بإيديك هتضربيهم كده مع بعضيهم. تضربي كله مع بعضه كده ولغايه ما يتجانسوا كلهم مع بعضيهم، وانتي واقفه مش هياخد في ايدك حاجه. اللي وصل معايا لغايه هنا يصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اوعوا تنسوا الصلاه على الرسول يا بنات، اهم شيء الصلاه على الرسول. بعد ما ضربناه كويس ضربه كويسه هنجيب كوبايه الا ربع زيت على سمنه. شايفين الاتنين على بعضيهم مش حاجه، حوالي ربع زيت والنص سمنه، وهنضربهم برضو كلهم على بعضيهم كده مع بعضهم ضربه كويسه. نضرب كده كويس. بعد كده ماسكوا مع بعضيهم حطيت كوباية دقيق، قلبتها معاهم مع الخليط الدقيق، قلبتها معاهم تقليبة صغيرة بس بتفضل العجينة متجانسة، مش هتبقى ماسكة ولا حاجة، تبقى سايز تحسي ان هي لسه بتلزق عشان احنا هنقسم العجينة دي على جزئين. بصوا ان انتوا عارفين ان البسكويت مش محتاج ضرب قوي، احنا بمجرد ان احنا بنلم الدقيق في الخليط. بصوا العجينه صيصه، بصوا ماسكه صيصه ازاي، مش ماسكه نفسها خالص. على فكره قسمناها نصين، نص هيبقى فانيليا ونص هيبقى شوكولاته. الشوكولاته جبنا عليه معلقتين كاكاو ودخلناها عليه معلقتين كاكاو. هتنخليه كويس، كل حاجه بتتنخل. اولا بتدخلي لها هواء عشان تبقى مظبوطه معاكي، تنخليها كويس. نسيت اقول لكم ان انا حطيت معلقه بيكنج باودر في العجينه الاولانيه قبل ما اقسمها، معلقه صغيره بس ان هي تنفشه بس كده ماشي. وبعد ما دخلت المعلقتين الدقيق الكاكاو هنحط بقى بعد كده الدقيق. ولسه العجينه البيضاء اهي زي ما انتم شايفينها لسه بتلزق اهي، لسه فصلتها جزئين مع بعضيهم. حطيت عليها دقيق عشان تلم، هتمسك بس كده، مش هنخليها جامده، لا هتبقى برضو طريه وحلوه تسهل الفرد لان احنا هنفردها. بصوا عليها يا بنات، ارفعوا لي الفيديو بالصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. علقوا لي واعملوا لي لايك واعملوا شير، وصلوا الفيديو لاكبر حد ممكن، على اساس ان طريقه سهله للبسكويت. بصوا بتبقى لسه بتلزق، برضو لسه بتلزق في ايديا، مش ناشفه. بصوا لسه ماسكه في ايديا. حطيت لها دقيق، حطيت لها حوالي كوبايه ونص دقيق، ودي برضو خدت كوبايه ونص، سبتها ريحتها شويه، بسيبها في التلاجة كده حوالي ربع ساعه. بعد كده فردت الشوكولاته وفردت الفانيليا، فردتها كل واحده مستطيل زي ما انتم شايفين كده. انا فردتها مستطيل وقلبت الاتنين على بعضيهم، وبعد كده هلفها رول زي ما انتم شايفين كده. بس انتوا عارفين طبعا ان انا بصور بايد وبعمل بايدي التانية مش متملكه كويس. هتلفيها رول وهتحطيها في التلاجة نص ساعه تمسك، لانها مش هتنفع تقطعيها وهي سخنه كده، مش هتفرول معاكي. انا حطيتها في التلاجة وبعد نص ساعه خرجتها. بصوا شكلها، طلعيها وهي في التلاجة وهي جامده في التلاجة هتقطعيها كده. واولا ما بتبقاش سميكه قوي عشان تبقى البسكوته خفيفه، ما تبقاش بسكوته تقيله، يعني تقريبا اقل من سنتش او سنتش ماشي. ما بتبقاش بسيطه، ما بتبقاش تقيله قوي. هتقطعيها، هتفضلي تقطعيها كده وهي خارجه من التلاجة، مش هستنى عليها ما تفك، لان شايفين الجو عامل ازاي، جو حر نار. وبقت بالمنظر والشكل ده، بالمنظر انتوا شايفين كده بقى كده منظرها. بعد كده حطيتها في الصينيه ودخلتها على الفرن. بس انا ما عملتش حسابي بقى انها تفرش، لان بصوا هي فرشت معايا شويه. بصوا فرشت ازاي، كنت المفروض ان انا اسيب لها مسافات. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. حطيتها من تحت وبعد كده على الشوايه، وهي كده بألف هنا وشفا مع كوبايه شاي، كوبايه قهوه. بنات التعليقات يا بنات، ارفعوا لي الفيديو
تعليقات تعليقات تعليقات. سلام.